وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. اليهود والنصارى كانوا عارفين صفات محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يجي ومتفقين عليها. لما جاء تفرقوا، كاين اللي آمن وكاين اللي كفر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمرهمش الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن إلا بالعبادة الخالصة لله وحده، ويبعدوا الشرك ويحافظوا على الصلاة ويعطوا الزكاة، وهذا هو الدين الصحيح.